اهلا بيكم حبايب قلبي في قناه لقمه هنيه. معاكم ام محمد. النهارده هنعمله حصر وعلى قناتي ومحشي ورق الخس. ان شاء الله هتطلعي مستفيده، هيطلع معاكي زي السكر. الطريقه هنجيب خصايه ونقطع ورقها عادي زي ما انتم شايفين كده، نقطعه عادي ونجيبه حله على النار فيها شويه ميه ونص معلقه ملح ونبداه نسلقوه زي ورق العنب، زي ورق الكرنب، السليق عادي خالص. بس ما تطوليش عليه عشان ما يتهريش. اي كميه انتوا عايزينها، الكميه دي مناسبه معايا، هتكفيني. يعني في اللي عايز بقى يزود يجيب خصيتين 3. انا بالنسبه لي الكميه دي حلوه خالص. طبق كده صغنن حلو، تغيير وتشكيل جميل جنب اي نوع تاني، بانيه، اي ملوخيه، شوربه، اي حاجه بتحط جنبها زي ورق العنب كده، وهيطلع معاكي في منتهى الروعه. زي ما انتوا شايفين كده، حبه ملح وميه، نسيبوه دقيقتين بس كده يدبل. زي ما انتوا شايفين كده بنطفي عليه النار اهو. ما بياخدش وقت كتير عشان الورقه ضعيفه. هطلعه من الميه وارجع لكم تاني. بعد ما سلقنا ورق الخس شممناه النار كده على في الميه بنص معلقه ملح، طلعناه وسيبناه يصفى على جنب. هنحضره دلوقتي خلطه المحشي، وهقولك على سر المعلقه دي اللي هتخلي المحشي ينقل معاكي في حته تانية خالص، وهتدعيلي. بس اصبري معايا لحد اخر الفيديو. احنا دلوقتي جبنا بصلتين او 3، سخنا زيت على النار هننزلوا بيها زي ما انتوا شايفين كده. ضربنا نص كيلو طماطم على حسب الكميه زي ما انتوا شايفين كده. انا مجهزه كل حاجه عشان ما اطولش عليكم الفيديو. الخطوات دي كلها احنا عارفينها. هنسيب البصلايه تتحمر كده على النار زي ما انتوا شايفين كده، وهقول لكم هنعمله ايه يا حبايبي. بعد ما حمرنا البصلايه سيبناها تتحمر كده، انا بحب احمرها جامد. حطيت عليها نص كيلو طماطم، حطيتها تتسبك على النار. دلوقتي هنحط بهارات المحشي. انا ما عنديش اي افتكاسات، انا بعمل البهارات اللي هي امي وجداتنا عودونا عليها، اللي هي معلقه كمون، معلقه كزبره، شويه فلفل اسمر زي ما انتوا شايفين كده. ما بعتمدش اي بهارات تانية عشان ما اغيرش طعم المحشي. هنقلب كده، والملح طبعا اللي عايز يضيف مرق الدجاج يضيف، اللي ما عندوش شوربه بيحط شويه ميه، يحط فيها مكعب يغلي وبعدين يسقي بهم المحشي زي ما انا هعمل بس كمان شويه. ونيجي لميعاد معلقتنا السحريه اللي هتنقل وصفتنا في حته تانية خالص. دي عباره عن قرن فلفل احمر، على قرن فلفل اخضر، على 5 فصوص ثوم، على شويه كمون، على شويه كزبره، على عصره نص ليمونه عشان تدينا مزازه ورق العنب. هنضيفوها على الخلطه دلوقتي، هتنقلها في حته تانية خالص. حبيبي ما تسبكي زي ما انتوا شايفين كده. جبت 3 حزم خضره، حزمه بقدونس، حزمه شبت، حزمه كزبره. ما بنحطهاش طبعا، وغسلتها ونضفتها زي الفل. بناخد الورق بس، وساعات باخد شويه عودين كده عشان تدي نكهه وطعم. ما بحطهاش والحله بتغلي على النار. انا بستنى لما الطماطم تتسبك وتهدى وبنزل بيها كده زي ما انتوا شايفين كده. بنقلبها عشان ما تسودش، تفضل بالريحه والطعم بتاعها زي ما انتوا شايفين كده. بتكوني غاسله الرز الكميه اللي انتوا هتقدروا تعملوها اللي انتوا عايزينها. انا غسلت كوبايتين يا دوبك، هيكمل معايا اهو. ابيض زي الفل اهو. هنضيفوه بالشكل ده كده، ونقلب. المعلقه اللي انا حطيتها معاكم مش قادره اقول لكم الريحه جميله قد ايه، والله ما بخدعكم ولا بعمل اعلان للفيديو ولا حاجه، والله زي الفل. امسكي قرن فلفل احمر وقرن فلفل اخضر و5 فصوص ثوم او 6 او 7، مش هيقول لا، الثوم لما يبقى كتير هيبقى حلو. نص ليمونه، حبه كمون، حبه فلفل اسمر، حبه كزبره، ودقيهم في الهون مع بعض وضيفيهم والطماطم بتتسبك. وادعيلي دمجنا الرز مع الصلصه زي ما انتم شايفين كده، ريحتها وطعمها في منتهى الجمال. دلوقتي هنلفوها واحده واحده مع بعض يا حبايبي. بعد ما دمجنا خلطة المحشي مع الخضرة مع الطماطم، بص الشكل عامل ازاي، بيتكلم عن نفسه. والله ريحتها زي الفل وجميلة وتشهي. هنمسكوا اول حتة ورقة خس كده. انا والله اول مرة اعمل ورق الخس معاكم. زي ما انتوا شايفين اهو، حبة رز صغيرين وابدأ الف في منتهى السهولة، ما فيهوش اي حاجة اهو. حطها في الحلة هنا كده. بحب اعمل في الحلة الألمونيا. انا مش مجهزه ولا حاجه، يعني انا مش مجهزه الورق، انا دلوقتي بعمله معاكم.
اللي هيطلع منه هيطلع، اللي مش هيطلع خلاص يعني هعمل ايه. بصوا بعملها معاكم كل خطوه زي ما انتوا شايفين، واحده واحده معاكم. بصوا في ساعات بتتقطع مني وساعات ما بتطلعش اصلا خالص، بس انا هسايس الورق يعني، اللي تطلع كبيره تطلع صغيره احنا اللي هناكلوه عامه يعني. بس اهم حاجه دوق ايه محشي ورق العنب. كلته عند واحده صاحبتي وخدت منها الطريقه وقلت اجربه. زي ما انتوا شايفين كده بنلفوه بمنتهى السهوله اهو، وبيبقى معرك شويه اهو. بصوا اهو. وانا هعمل كمان محشي ورق كروم اهو، كان عندي في التلاجة جهزته. هعمل برضو طبق محشي كروم. ده الشكل النهائي الورق الخاص بتاعنا. ده احلى محشي ورق خاص هتاكلوه في حياتكم. اتمنى تجربوه. لو عجبتكم الوصفة ما تنسونيش باللايك والشير وتدعموني. سلام عليكم.